الحمد لله اكيد يوم تاريخي جدا جدا يعني على الجمهور الاردني، واتوقع على العرب يعني فوز مهم. وبنشكر كل الجماهير الاردنيه والجماهير العربيه بصراحه، يعني وصلتني رسائل كثير من جمهور عربي بحريني سعودي يعني سوري بصراحه، ومشكورين على الحافز هذا بصراحه قبل المباراه، يعني كلهم واقفين معنا، وان شاء الله بنتمنى كمان المنتخب القطري يتاهل معنا ان شاء الله. كيف عشتم هذه المباراه، خصوصا وان المنتخب الاردني كان يريد كسر هذا الحاجز؟ بالعكس يعني ما كان في ضغط كبير علينا، الشباب يعني ادوا اللي عليهم، شوي كنا بعض الاوقات كنا نزلنا مستوانا، يعني مش هذا المستوى المطلوب منا، لكن الحمد لله اهم شيء بالمباريات هاي زي ما بيحكوها اضرب واهرب، يعني فوز وامشي، اهم شيء 1-0 صح مش النتيجه هاي المطلوبه، لكن الحمد لله رب العالمين. الاردنيون يريدون اللقب يا يزن. اكيد باذن الله، وهذا يعني ضغط كبير علينا، وان شاء الله احنا قدها باذن الله. بالتوفيق وشكرا جزيلا. عوده اليكم. شكرا لك اشرف، ومبروك الفوز المنتخب الاردني، مش مبروك الاردن، يستاهل. مبروك لنا احنا كلنا. نعم. وانا قلت لكم امس اذا بكره الاردن فازت لكم منسف غداكم، غداكم ان شاء الله بكره منسف، تستاهلون. بيض الله وجهك. محمود ألف مبروك الفوز، تستاهلون. الحمد لله. محمود الثاني مبروك تستاهل مسكين هالريال قاعد معانا لكن قلبه في الملعب هناك مع ربعه، لكنه حاضر وشغال معانا، لابس تيشيرت المنتخب الوطني وحاط علم الأردن بعد على صوب وجالس على كاميرته ويشتغل. مبروك ألف مبروك. محمود أول شيء ابتدي لك أنت، بصراحة تستاهل. الحمد لله فوز يعني وتأهل تاريخي، مبروك إلنا، مبروك للجماهير الأردنية، مبروك لولي العهد سمو الأمير حسين اللي كان كثير متواضع بجلوسه مع الجماهير وتفاعله، يعني بالأول كان على المقصورة، بعدين نزل مع الجماهير صار يشجع، تفاعله على الهدف لما أجى الهدف، يعني هذا أعطانا كمان حافز كبير للمستقبل شو بده يكون الكرة الأردنية. مبروك للجهاز الفني، مبروك للاعبين، قاعدين من أول البطولة بيأدوا بطولة كبيرة، بيأدوا بطولة حلوة على المستوى التكتيكي، صحيح أسلوب واحد ومش متغير، بس مأمنين بحالهم، مأمنين بأسلوبهم، قاعدين بيأدوا نتائج كويسة. ما بهم عندي الأداء، أنا زي ما حكيت من الأول أهم إشي النتيجة. إحنا تأهلنا أول مرة لنص النهائي، بنبارك لجميع المنظومة في كرة القدم الأردنية. بقول للجماهير اللي ساندتنا الله يعطيهم العافية، الجماهير الأردنية، في جماهير عربية، سمو الأمير علي، سمو ولي العهد قاعدين مع اللاعبين بشدوا من العزيمة يعني للمستقبل. إن شاء الله المباراة الجاي بنكون أحسن، إن شاء الله بنقدم مباراة كبيرة مين ما كان الخصم، إن شاء الله المباراة الجاي إنه بنتأهل للنهائي إن شاء الله. مبروك للجميع، مبروك للكل. لا المباراة الجاية تأهلون دور نصف النهائي إن شاء الله. ان شاء الله للنهائي. طبعا من اكثر الناس اللي يشجعكم يا شعب معانا، شعب واحد مش شعبين. اكيد احنا شعب مع الفلسطينيه، شعب واحد مش شعبين اكيد. الف مبروك يا اخوي، الله يبارك فيك. مبروك للاردن، مبروك للاعبين والجهاز الفني، بصراحه تاهل تاريخي، فان شاء الله نشوف للافضل، وان شاء الله نشوف منتخب عربي ثاني اللي هو المنتخب ان شاء الله عقبال المنتخب القطري ان شاء الله. الف مبروك للجماهير العربيه. مبروك يا العنسي، مبروك ألف مبروك الفوز العنسي. كابتن منذر ومايد خليفي، يعني نوعا ما اعطيت المنتخب الاردني في الشوط الاول حقه فنيا، من حقكم فنيا، لكن الشوط الثاني اتصورنا كانوا على قد المسؤوليه وجابوا الجول. اول حاجه مبارك للكابتن محمود، مبارك لعبد اللطيف، مبارك للاخوان كلهم اللي شجعوا الفريق الاردني، يستحق في النهايه الفوز والتاهل حقيقه، حتى لو جاء هدف وحيد، وممكن ايضا خطا المدافع رقم 6 كيف تغير مسار الكره، لكن في النهايه هو فوز مستحق، وحافظوا على مرماهم من هدف اثناء المباراه. مباراه صعبه، دور الثمانيه دور الاربعه معروفه مباراه تكون حذره تكتيكيه، يعني البعض يفكر بس في اغلاق وسط الملعب وفي الدفاع اكثر من اللعب الهجومي، وهذا صح في عالم كره القدم عشان توصل للنهائي. فالاردن حقيقه قدموا كره جيده، مع ان هناك في اخطاء، في استعجال، في المسباس في خاصه في الهجوم. ايضا الفريق الطاجيكي يجب ان نعطيه حقه، حقيقه قدم مباراه اليوم من اجمل مباريات الطاجيك، رغم ذلك خسر.
لأنه يستحق الخسارة. الفريق الأردني كان عالي، لكن طاجيك اليوم رجعوا في المباراة حتى من الدقيقة 70 وهم يحاولون و75 وطوال الوقت الفريق الأردني يعتمد على المرتدات، وهذا صح، ولهذا كان أسلوب عموته. مبارك أيضا لعموته على الفريق الجميل، على التكتيك والأسلوب اللعب الواضح في المباراة وثبات المجموعة. الشوط الثاني صارت فيه تعديلات، والتعديلات هذه ساهمت باش المنتخب الأردني يكون أحسن في تمركز موسى وخاصة تمركز علوان. بصمة المدرب واضحة جدا، مش في الأسلوب فقط، حتى على مستوى الكرات الثابتة. الكرات الثابتة في الشوط الأولاني كلهم الكورنر كله لعبوا داخلين للمرمى. الشوط الثاني ولا يلعب الكرة خارجة، نظرا لكونه الدفاع نتاع طاجكستان فيه يعمل شويه دفاع عن المنطقه مع 3 قلبي الدفاع كانوا على مستوى عالي وعمل به الفارق. بصمه المدرب واضحه، لانه على مستوى اللياقه الذهنيه ولاعبين يلعبوا متحرين وعندهم ثقه في النفس ومأمنين بالقدرات نتاعهم، هذا عمل مدرب. الوقت الفريق ولا المنتخب قادر باش يكون حاسم في التحولات، هذا عمل مدرب. وقت انت مطالب باش تصنع اللعب وتسجل اهداف على مستوى الوضعيات هذم، هذا عمل مدرب. وقت انت تعمل فارق على مستوى الكرات الثابته، هذا عمل مدرب. وقت في تنظيم دفاعي بكتله وناس تقاتل، هذا عمل مدرب. واكثر شيء التغييرات اللي عملهم التكيف مع متغيرات المقابلات، يعني هم يلعبوا فوق الميدان، هو يلعب معاهم خارج الميدان. مدرب عربي على مستوى عالي، شرف الكره العربيه، وصل المنتخب الاردني لاعلى المراتب بفكر تكتيكي متطور، وخاصه على مستوى الشخصيه هي اللي تعمل فارق. المنتخب الاردني لعب مع كوريا في بمستوى عالي وعلى جده، كان يستحق الانتصار. لعب مع اقوى منتخب اللي كان في الدور الاول هو المنتخب العراقي، يفز عليه في العشر دقائق الاخرانيه بفكر مدرب. اللاعبين وتوظيفهم، قوته في المهاجمين، عمل اسلوب يتماشى مع المهاجمين نتاعو. اللاعبين نتاعو يحبوا يلعبوا في المساحات، يحبوا يلعبوا خاصه في وراء الدفاع المنافس. كل الفكر بناه على المهاجمين نتاعو ونجح في الاسلوب هذا. نقول له مره اخرى برافو ليك، خاطر كنت على مستوى عالي ومستوى عالمي. ان شاء الله المنتخب الاردني ما يكتفيش على المستوى الذهني ويقول انا حققت الانجاز. ما زالت مقابله 90 دقيقه وتمشي للنهائي. 90 دقيقه تنجح في 20 30 دقيقه تتعدى للنهائي. الايمان بالقدرات وشخصيه البطل، وتكون طموحين باش يمشيوا للابعد، خاطر عندهم الامكانيات باش يعملوا انجاز تاريخي يقعد ال 100 سنه ان شاء الله موجود. طبعا اكيد ابارك للاخوان بالاردن، كادر فني وتدريبي واداري وجمهور اللي حضر الى هذه البطوله وساند المنتخب الاردني، يحسب لهم. طبعا اكيد النشامه دائما يكونون في الأوقات الحرجة يخرجون منها ويصلون إلى النتيجة المرضية. اليوم كانوا نشامة وأبطال رغم الظروف اللي حصلت، لكنه استطاعوا أنه يصلون إلى مبتغاهم اللي هو نصف النهائي، وإن شاء الله نتمنى لهم أن يصلون للنهائي. وهذا طبعا أكيد أتى مو من فراغ، يعني أتى من تكاتف الجميع، من مدرب إلى لاعبين إلى إداريين إلى جمهور. إن شاء الله نتمنى لهم الموفقية في قادم الأيام ويشرفون الكرة العربية. أحب أبارك أول شيء لأخونا محمود، نبارك لأنفسنا بالتأهل اللي حصل عليه الأردن، وإن شاء الله يكملونها إن شاء الله في النصف النهائي. يعني فوز تاريخي ويحسب لهم، ما في شيء مستحيل في كرة القدم. اليوم وصلوا نصف النهائي، نتوقع إن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله 90 دقيقة قادمة ومنها يروحون للنهاية، يسجل لهم تاريخ. كابتن المنذر قال 100 سنة، نقول 200 سنة، يعني ما راح أحد ينسى اسم أي لاعب شارك في هذه البطولة. وأتمنى لهم التوفيق وإنجاز عربي بصراحة في كأس آسيا يسجل لهم. نتمنى بكرة إن شاء الله يكملونها إن شاء الله أخواننا منتخب قطر ويوصلون بإذن الله، ويكون نشوف يعني فريقين عربيين بإذن الله واصلين لنصف النهائي إن شاء الله. فيصل ألف مبروك حبيبي فيصل، الشعب الأردني على الفوز التاريخي. صراحة اللاعبين الأردنيين اليوم كتبوا تاريخ لأنفسهم، كتبوا تاريخ لبلدهم، ونقول لهم مبروكين. وأصبح الحلم مو بعيد عنهم، حلم النهائي أصبح مو بعيد، مسألة وقت واجتهاد فقط في المباراة القادمة اللي هي في نصف النهائي. ما في شيء مستحيل،
اليوم المنتخب الأردني قدم مستويات كبيرة، شفنا نحن من المجموعة لين مباراة اليوم قدم مستوى كبير، فبإمكاننا إن شاء الله نشوف المنتخب الأردني في النهاية، وإن شاء الله عقبال